السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متشكرة جدا 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 على دعمكم وكلامكم الجميل لي على الواتس. وده اللي بيشجعني والله ان انا افضل مستمرة يعني واكمل في الفيديوهات. انا عايزة اقول لكم الفيديوهات دي بتبقى مرهقة جدا بالنسبة لي، لان انا بعملها في وسط اليوم بتاعي كده. فندخل بقى كده. احنا كنا اتكلمنا قبل كده انه في منتجات شتوية وفي منتجات صيفية. في منتجات شتوية بنشتغل فيها، نقدر نشتغل فيها بسلاسة جدا في الشتاء، وفي منتجات صيفية هي اصلا بايعة نفسها في الصيف. طبعا معروفة جدا هي ايه المنتجات الصيفية او الصيفية. المنتجات الصيفية اللي هي طبعا كل المبيدات بانواعها، خصوصا كم مبيد كده معينين، بق، نمل وصراصير، ابراس. المنتجات دي او القراد، البق خلاص قلناه. الحشرات الطائرة زي الذباب والهاموش، الحاجات دي حاجات صيفية. الخمس منتجات دول اهم 5 منتجات في الصيف تشتغلي عليهم. الكلام ده للموزعات. وطبعا العملاء بيبقوا عارفين اصلا هم بيبقوا محتاجين ايه في الصيف، فبيبتدوا يعملوا الاوردرات من قبل ما الصيف يهل عليهم. بص تلاقي الدنيا ابتدت بسم الله ما شاء الله شغالة، يطلبوا من ده لده لده كده. تمام. تمام. طيب ايه بقى المنتجات الشتوية؟ المنتجات الشتوية هي المنتجات بتاعت الكوزماتكس. طبعا في حاجات بتشتغل في الصيف في الكوزماتكس، يعني مثلا كريم اليقطين عشان بيطر الشعر وحلو وبيغذيه وبينعمه وبيفرد الشعرايه والكلام ده كله. فهم بيستخدموه في حمامات السباحة في الصيف. بعد كل حمام سباحة بتغسل شعرها وبتحطه ككريم تصفيف عادي، يعني مغذي وآمن على الشعر وحلو جدا جدا جدا. انا كدعاء بنتي شخصيا بتستخدمه. الحاجة برضو التانية اللي ممكن تشتغل معاكي ممكن في الصيف، او مش ممكن، ده هي دي اكيد يعني ده شغلها اصلا في الصيف، اللي هو الصن سكرين والكريم العرق. الحاجات دي طبعا لازم تكون لا غنى عنها في ان هي تكون معاكي في الصيف يعني، او تكوني بتعلني عنها في الصيف. طب ايه مدام دعاء بقى المنتجات الشتوية اللي بتشتغل قوي 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 في الشتاء؟ كل كريمات البشرة، الزيوت بتاعت الشعر، كل حاجة التجميل بقى. شوفي بقى ايه هو اللي عندك بتبيعيه في التجميل. كل الحاجات دي شغالة ما شاء الله تبارك الله في الشتاء. حلوة جدا جدا جدا. يعني لما بيكون المبيدات معدوم البيع بتاعها في الشتاء، لانه مبيبقاش فيه اصلا حد محتاج مبيد في الشتاء الا مبيد البق، شغال شتاء وصيف. ايوه شغال شتاء وصيف. فبيضطروا ان هم ياخدوا بقى المنظفات والكريمات والحاجات دي عادي كده. بتبقى بصي المنظفات ما شاء الله تبارك الله شغالة صيف وشتاء، بس في الشتاء اكتر بكتير من الصيف، لان الناس بتبقى مركزة جدا جدا على المبيدات في الصيف. فانتي تكوني عاملة لنفسك ميزانية كده وحطاها على جنب، ان انا قبل فترة الشتاء ما تيجي، وبرضو قبل فترة الصيف ما تيجي، يعني قبل فترة الصيف وقبل فترة الشتاء. الصيف هتحوشي له مبيدات، الشتاء هتحوشي له منظفات وتجميل. طيب ايه تاني يا مدام دعاء انا اقدر استخدمه سواء صيف او شتاء؟ الغسول الرغوي برضو جميل جدا، فظيع، حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. اقدر اعلن عنه صيف وشتاء. وفي الشتاء هتلاقيه شغال معاكي نار 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 ما شاء الله، حلو جدا. طب ايه برضو من المنتجات اللي شغال صيف وشتاء في المنظفات؟ قهر الدهون، الهاند ووش، الحمامات. الحاجات اللي لا غنى عنها ابدا 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 في البيت دي المبيض بتاع الملابس. ويمكن بيشتغل اكتر في الصيف، لانه بيبقى فيه استهلاك كتير جدا. في الشتاء بقى بتبصي تلاقي مثلا المسحوق الالوان اللي هو المسحوق المركز هو اللي بيشتغل اكتر عن الصيف برضو. في حاجات كتيرة جدا 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 بتكون شغالة صيف وشتاء، بس في فترة بتكون شادة فيها اكتر، يعني زي مبيد البق كده هو صيف وشتاء، بس في الصيف بيشد اكتر.
بس بيبقى شغال في الشتاء عادي. طيب، هل انا يعني مش هشتغل خالص مبيدات نمل وصراصير وكده في الشتاء خالص، فيبقى ما عنديش ولا عبوة، ولا اكون مثلا حطالي مثلا على الاقل كده شوية حلوين كده على جنب مثلا؟ اولا كل اللي انت هتشيليه في الصيف يعني هيتركن عندك من الصيف للشتاء. صدقيني ده مكسب ليكي، لان البضاعة كل يوم زي ما انتوا شايفين الدولار طالع ونازل، وبيطلع اكتر ما بينزل يعني. فالبضاعة مكسب ليكي. فلا طبعا تركني شوية كده، لو عندك مبيدات خارجة بيهم من الصيف اركنيهم على جنب، وكملي عليهم يعني لو تقدري ان انت كل ما يبقى معاكي مبلغ كسبتي مبلغ تحطي شوية على جنب كده من الحاجات التانية، يبقى ياريت، يبقى احسن جدا، يبقى كويس جدا جدا فوق ما تتخيلي. لو مش قادرة، كل ما تبيعي حاجة في الشتاء خدي مكسبها واشتري بيها حاجة تنفعك في الصيف واركنيها. صدقيني ان انت تقدري تحوشي من الشتاء للصيف، دي احسن من انك تيجي على دخلة الصيف وتشتري المنتجات كلها مرة واحدة. يبقى في ضغط، يبقى في تكدس، يبقى انت في امان وقاعدة في راحة وسلام. تعالي بقى كده في اخر الصيف وابتدي بقى جهزي للشتاء. ابتدي بقى جيبي الكريمات، بس تكوني بقى انت يعني اعلنتي عنها مرة واتنين واتطلبت منك، ما تجيبيش حاجة ما اتطلبتش منك قبل كده. ما بنصحش اي موزعة تيجي تشتغل معايا، واسألوا الناس اللي بتشتغل معايا يعني، او بيكونوا عايزين يشتغلوا معايا لسه، بقول لهم لازم تعلنوا الاول بعدين تشتروا المنتجات. ما انا ممكن اقول لهم لا اشتروا المنتجات بعدين اعلنوا، لا انا ما عنديش الحتة دي خالص، اعلنوا بعدين اشتروا المنتجات. تمام. ليه بقى؟ عشان ما يجيش، حصلت والله مع موزعة من الموزعات بدون ذكر اسماء، اشترت اوردر ب5000 جنيه، وهي مش مني يعني، وهي لحد دلوقتي مش عارفة تصرف البضاعة ومضطرة ان هي تبيعها لأي حد. وطبعا كل واحد بيبقى عنده بضاعة في الصيف كتيرة جدا، بيبقى مش قادر ان هو ياخد من حد، او مثلا بيكون في ظروف، بيكون في كده، بيكون عندك من المنتج نفسه، بيكون اي حاجة بتحصل. المهم ان انت ما بتبقيش قادرة تساعدي اللي قدامك غير ان ما الحاجة تخلص منك تكوني تاخدي منه الحاجة اللي هي خلصت. فما تحطوش نفسكم في المواقف دي خالص، و خدوا على قد اللي تعلنوا عليه يجيلكم وبس، ما تجيبوش اكتر من كده يعني، علشان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عشان تقدري تشتغلي وتكملي وما تتعقديش. لان انت كده بالشكل ده وبالطريقه دي هتتعقدي ومش هتكملي. فانت لازم تعلني الحاجه تطلب تقومي جايه جايباها، تاخري على الناس شويه مش مشكله، المهم ان انت تقدري تجيبي الحاجه وتوصليها في يعني وتحاولي تهندلي الناس وتنظمي وقتك معاهم، ويكون مثلا الاوردر مش اقل مثلا من 5 ايام على ما توصليه، على ما يجيلك الاوردر بتاعك وكده. تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.